السلام عليكم. هنعمل النهاردة بقى فطاير سهلة وسريعة كده للعشاء او للفطار. في اي وقت هتلاقيها تنجز معاكي، جميلة جدا. العجينة بتاعتها بسيطة جدا، هنشتغل فيها على طول، مش هتحتاج انها تخمر لانها مش ما فيهاش بيكنج باودر ولا خميرة. الحشوة بتاعتها في منتهى الجمال. انا حشيتها حشوة بسيطة جدا جدا، ممكن تحشيها باي حاجة موجودة عندك في البيت، يعني ما هيش محتاجة اي تعقيد ولا فيها اي مشكلة. هتعجبك جدا وان شاء الله هتعمليها، ولما تجربيها هتحبيها جدا ومش هتبطلي ان انت تعمليها خالص. شوفوا طريقة ازاي وتحفة جدا. يلا نبدأ كده وتشوفوا بنفسكم. معانا نص كيلو من الدقيق، عليهم ربع معلقة من الملح، بس كده. ازازة مية جنبك بقى، ونعجن الدقيق كده يا دوب هنلمه كده ونعمله عجينة. تمام. مش عايزينها متماسكة، عايزينها فيها نسبة تلزيق بسيطة جدا، زي عجينة الفطير البلدي العادي جدا. تمام. هنلم بقى العجينة معانا كويس كده، هتلاقيها ماسكة في ايدينا مش مشكلة، بس نخلي بالنا بس من المية، ما نكبهاش كتير، يعني واحدة واحدة كده علشان ما نستخدمش كمية اكتر من المية، ونلاقي العجينة في ايدينا سايلة ومش هنوصل للقوام اللي احنا عايزينه. بعد ما لمينا العجينة، انا حطيت يا دوب معلقتين كده من الزيت، وهبدأ اعجن فيها تاني كده علشان الزيت يدخل جوه العجينة كده ويلمها معانا كويس. تمام. بعد كده هنلاقي العجينة بدأ القوام بتاعها يتغير، بقت عجينة طرية كده في ايدينا، وفي نفس الوقت مش بتلزق خالص. هنجيب بقى بولة كده ونحط فيها العجين. وشوفوا ايدي كنت بوريها لكم ان هي مش ملزقة فيها ولا اي حاجة. هنغطيها بقى بكيس كده ونركنها في جنب على بال ما نعمل الحشوة. الحشوة سهلة جدا وبسيطة، ممكن تعملي الحشوة اي بواقي اكل عندك في البيت. مثلا ممكن تحشيها لحمة مفرومة، او ممكن تحشيها مثلا فراخ مفرومة. انا حشيت بطاطس وجبنة. تمام. معنا كده 3 بطاطسيات، قطعتهم مكعبات زي ما انتوا شايفين كده، وعليهم نص معلقة من الملح. يا دوب هغطيهم كده بالمية واديهم غلوة على النار. يا دوب بعد ما بيغلي ب3 دقايق بالظبط بطفي النار، لان اصلا البطاطس متقشرة فما بتاخدش وقت، علشان بس ما تتهرسش مننا. هحط عليها نص معلقة من الملح، نص معلقة فلفل اسمر، نص معلقة توم باودر، ونص معلقة بصل باودر، 5 6 عود كده من الشبت والبقدونس. تمام. وههرسها فيهم كويس. بس كده وكده الحشوة جاهزة عندنا. تمام كده. بعد كده جبنا بقى العجينة شوفوا ازاي بقت شكلها جميل جدا بعد ما ارتاحت. احنا بس كنا بنريحها على بال ما نجهز الحشوة، هي مش سايبينها بتخمر ولا حاجة، لان ما فيهاش ولا خميرة ولا بيكنج باودر. خدت كورة كده من العجينة بالحجم اللي انت حباه بقى، معلقة كده من البطاطس، ومعايا كده ميكس من الجبن، جبنة رومي، جبنة موزاريلا، جبنة شيدر. تمام. انا مستخدمة جبنة الحمد. تمام. بحط بطاطس تحت ومعلقة كده من الجبن، وفوقها معلقة من البطاطس. بعد كده بحاول الم العجينة كده في ايدينا، نقفلها كده كويس. وزي ما قلت لكم انها كان فيها نسبة تلزيق بسيطة، وده هيخليها تلم بسرعة معانا، مش هتفتح مننا خالص في الفرد. هنبدأ بقى نفردها كده بالراحة. تمام. وفي نقطة مهمة كنت عايزة اقولها، ان هي لما نيجي نهرس البطاطس نهرسها كويس، ما نسيبش فيها اجزاء كده متماسكة في بعضها كده، يعني يكون الهرس بتاعها كويس علشان ما تكلكعش في العجينة بعد كده. تمام كده. خلاص كده تمام. هنعمل بقى واحدة تانية، يعني عمايلها سهلة جدا. هنفردها كده ونحط معلقة من البطاطس، وفوقيها معلقة من الجبنة، ومعلقة تانية من البطاطس، ونبدأ نلم العجينة ونلزقها. تمام. ونبدأ ان احنا نضغط عليها كده ونفردها بقى. رش دقيق بسيطة علشان لما نيجي نسويها ما نلاقيش الدقيق ظاهر فيها كده وشكلها ما يبقاش ظريف يعني. تمام كده. هنفردها بقى كويس زي ما انتوا شايفين كده، بالحجم اللي انت حباه، يعني حباها صغيرة حباها كبيرة شوية، يعني اي حجم بقى تحبيه. طاسة بقى على النار، وبنخلي درجة الحرارة متوسطة، ما هياش عالية وما هياش واطية. معلقتين زيت كده وبنحطهم في الطاسة، وياريت تكون طاسة غير لاصقة. تمام. هنحط بقى الفطيرة كده.
لما بتبدأ تاخد لون من الجناب ولونها يتغير من فوق كده، بنبدأ ان احنا نقلبها على الوش التاني. زي ما انتوا شايفين كده لونها بدأ يتغير من فوق، هنقلبها. شوفوا واخدة لون ذهبي جميل جدا وفي نفس الوقت مستوية. هنحمرها بقى من الجنب التاني. طبعا كده الوش ده كان شرب كل كمية الزيت اللي كنا حاطينها، يعني يا دوب معلقة كده تقريبا ندهن بيها الطاسة. هندهن بس الوش دهنة خفيفة خالص كده. ممكن تقلبيها بقى على اي وش زي ما انت حابة لحد ما تحس ان هي استوت. هي ما بتاخدش اي وقت. تمام. هنشيلها بقى كده وندي كمان دهنة بسيطة كده من الزيت، ونبدأ نحط الفطيرة التانية وهكذا. لو لقيتي ظهر عندك في الطاسة حاجات بني كده زي الحرق كده، ده مش حرق ولا حاجة، ده بيبقى دقيق نازل من الفطيرة. ممكن تمسحيه بفوطة بمنديل. مفيش اي مشكلة. انا كنت عملت الخطوة دي بصراحة بس ما صورتهاش. تمام. بتطلع لك بقى احلى فطاير تحفة جدا جدا للعشاء او للفطار او لاي وقت عندك تحبيه. ممكن تحشيها جبنة مفرومة وتنفع للغدا، تبقى تحفة جدا على فكرة. بس طبعا تكون الجبنة اللحمة متعصجة ومستوية. تشوفوا تحفة جدا، ما هياش مكتومة. آه، جميلة قوي. عايزة اقول لكم نص كيلو دقيق عمل لي 9 فطاير، يعني كانت في منتهى الجمال بصراحة. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. شوفوا تحفة جدا، والبقدونس والشبت مديلها طعم وريحة تحفة جدا. يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة، والسلام عليكم.